اليوم نحكي لكم على موقف من اغبى المواقف اللي صارت لي في فترة الاعدادي او في فترة دراستي كاملة اصلا. بالتحديد الموقف كان في صف التاسع، في نفس الوقت الموقف كان حزين شوي لان في واحد من الاولاد اللي نقرا معاهم انجلترا. خير شباب، شو حالكم؟ شو اخباركم؟ شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله؟ الله لي فترة على هذه المقدمة. المهم في احد الايام العادية جدا في صف التاسع كانوا الشباب معاي يدخنوا في الحمامات والرواشن واللي يتضاربوا واللي جايب معاه حشيش حرفيا. حشيش، وهذيك اول مرة في حياتي نشوف فيها حشيش في الواقع. نذكر في ولد بجنبي خذيق طرف الحشيش هذا وقعد يعصر فيه ويعجن فيه على الطاولة، كان لونه اسود مايل للقاع، حسبته حاجة خامرة، قلت له هذه محاية ولا شنو؟ وانا في هذيك الفترة كنت انسان بريء جدا مش فاهم شيء في الحياه. مو قاعد يشوف لي شويه بعدين قال لي ايه محايا هذه. عموما بعد ما تم هذا اليوم الطبيعي وجينا مروحين نسمعوا في صوت عراق قدام المدرسه اللي قدامنا، والمدرسه هذه كانت مدرسه بنات ويكثروا قدامها المشاكل. بعدين العركه طلعت بين ولد فصلنا وولد تاني من الشارع ما نعرفوش، وسبب العركه كان ان الولد من فصلنا عاكس حبيبه هذاك الولد اللي من الشارع، وبدوا يتعاركوا وبعدين حزاها زي اي عركه طبيعيه، صح ولا لا؟ حرفيا الولد هذاك اللي من الشارع جاء طلع كلاشي من سيارته وبدا يضرب في الهواء. انا اليوم لو قلت لك هذه حبيبتي نحرق الدنيا لخاطرها. لا اوكي، هذا السطر الاخير خنبته من روايه من روايات اروى المسلم. المهم بعدين هذا الولد يوجه الكلاشن على ولد فصلي ويطلق عليه 3 طلقات تجي في صدره اختصرت له حياته على طول، وللاسف بين ما وصل ولد فصلي المستشفى كان متوفي الله يرحمه، فيا ريت تدعوا له بالرحمه. المهم بعد ما طاح ولد فصلي ميت هذاك الولد قعد مخلوع وعلى طول حط الكلاشن في سيارته وهرب، والناس بدت تلتم مع بعضها ورفعوا ولد فصلي هذا للمستشفى، لكن للاسف زي ما قلت لكم انه كان ميت اصلا في لحظتها. المهم صارت حاله وخذينا اليوم اللي بعده عطله احنا والمدرسه اللي بجنبنا، واليوم اللي بعد العطله رجعنا للمدرسه والكل كان حزين ويشوف لي كرسي الولد ويقول والله يرحمه، وفي حتى اللي يبكي. لناض واحد من الاولاد قال يا تريس لنقنها ما تجيش. اوكي ما قالش لنقنها لكن فاهمين قصدي ولا؟ المفروض نمشوا نعزوا اهل الولد، مين يمشي معي؟ والفصل كله ناض عاد. هيا ما نردوهاش التالي. المهم جاء الفصل كله حرفيا طلع وكلمنا المدير، والمدير تعرفوا كان عباره عن كائن صبه واحده، يعني حتى ركبه ما عندهاش حاجه مربعه بالكامل، حتى من يديه حاشاكم زي طوبوات البي في سي الاعراض عرفتوهم بتاعت الصرف الصحي، هذا يديه كان يجلدك جلده بالطوب. ولا عارفين الساموراي لما بيقطع حاجه ويقعد يستنى في الشيء بعد لا يسحب سيفه وبعد ما يستناه ينقطع فجاه، صح ولا؟ نفس الشيء بالضبط، الا ان هذا كان يجلدك تسمع صوت الجلده وتلقى يدك منفوخه تشبح لها عادي جدا، وبعدين فجاه من قوه الضربه خلايا يدك تستوعب انها انضربت بعدين، وضروري تبدا تعيط بعدها من الوجاعه بسبب ضربه زي هذه. المهم طبعا هذا المدير قال لا ارجع لفصلك انت ويالا نخلي رجليك زي البطاطا وما عادش تقدر تمشي عليهم. المهم رجعنا لفصلنا بكرامتنا والولد هذاك ناض مره ثانيه. يا تريس والله ما تجي زميلنا توفى لازم نعزوه. هيا نزلنا مره ثانيه، لكن خططنا هذه المره ما نبوش المدير يشوف، فلما نزلنا من الدروج لقينا استاذ كان قدر، فحكينا له كل شيء ان نيتنا طيبه ونبوا نمشوا نعزوا ومش عارف شيء، فقال لنا هيك الصح، هذا التصرف السليم تعجبوني، هي جزء منكم بيمشي معاي يركب في السياره ونعزوا، اما الباقي يدوروا كيف تلحقوا. المهم يا جماعه حرفيا ركبوا تقريبا 10 اشخاص في السياره، والسياره اصلا كانت مكركبه، السياره كانت باب واحد ونشوف في البروان طيحوا، ولحد هذه اللحظه من هذيك السنه مش عارف كيف دخلوا 10 طلبه في سياره زي هذه. وهذاك اليوم كان اصلا الجو سخون، الشمس حرفيا طالعه بصغار، واحنا باقي الفصل ما عادش عرفنا كيف بنمشوا بنعزو، وينوض الولد هذاك مره ثانيه. يا تريس خلي نمشوا على رجلينا، حوشه مش بعيده انا نعرف وين يسكن. والجماعه هيا احنا فصلنا حرفيا طبلنا يرقص، تقول لهم رانا بننقزوا من فوق الدور الثاني، يا تريس يقول لك المهم تقريبا كنا حوالي 15 او 16 واحد، وواحد منا كان اسمه سيف وسمين وكان يعاني في الطريق كلها مع النوم. المهم مشينا مسافه حوالي 2 كيلومتر تقريبا، والساعه تقريبا كانت 12 ل 11 ونص، والشمس عموديه على عمودك الفقري، واحنا نمشي في الطريق بعد حوالي 2 كيلومتر. الولد كل شوي يقول شويه ونوصلوا قريب نوصلوا، وسيف السمين هذا بداعة نحس تي خيرك في شن تحس. فجأة نلقاه يجري يتمايل يمين يسار ويبدا يرجع. يا حبيبي كملت هي ما ناقص، وانا راسي اصلا من الاول من الحراره نحس فيه بيتفجر يغلي، وسيف هذاك مطح على جنب الطريق، وكنت نساير فيه انا وولد تاني، نقولوا له خلاص قريب نوصلوا يا سيف معاش مازال، وبدا يعيط. كيف قريب نوصلوا لي ربع ساعه يقول قريب نوصلوا، تبوني نموت انتم ولا شنو؟ تكليت كيكه وبريوش وزبادي وسندوتش مفروم وطلعتهم. كان يشوف فيه هذاك فطور يعني وشو
شويه ومفروض يتاكلوا هذه الحاجات مع بعض. المهم بعد لا اقنعناه بدينا نمشوا بشويه بشويه نسيروا فيه، وبدينا طابور كاننا قافله، واحد ماشي كيلومتر لقدام واحنا قاعدين في الاخير بكل تاني. المهم لين لقينا الاستاذ مروح بالطلبه في السياره، وقف لنا قال لنا خيركم بالك تبوا حاجه؟ قلنا له ايه. سيف السمين هذا بدا يرجع فجاه في الطريق، فبالله عليك روح بيه. فنزل جزء من طلبه من السياره وركب سيف. باهي كويس، مشكله سيف وحليناها. واحنا ما زال نمشوا في الطريق، واحد من الاولاد بكل ذكاء قال يا ولاد هي كساد بنجرب نحذف فرشاد على السياره. قبل ما نردوا عليه ولا نقولوا له اي شيء اصلا نسمعوا صوت قربيعه في سياره، لا حول ولا قوه الا بالله لا تربح، ونسمع وراها ذيك القربيعه صوت فرن كملت. وفي عز النو والعرق نبدو نجروا واحنا داهشين اصلا، اللي خش بين الحياش، اللي نقز في سور حوش، واللي بدا فجاه زي الحصان فاتنا بكيلومتر لقدام، الا واحد قاعد يمشي قال والله ماني جاري انا تعبان اصلا. يدرس عليه بتاع السياره ويكلمه منو اللي حذف فرشاد؟ قال له ما نعرفش، فكني بالله عليك اطلع من راسي. انا قلت لك ادوي. قال له شن عرف امي انا اطلع من راسي تو، ما نبيش نتكلم معاك الدنيا نو، حرفيا بالاسلوب هو. والراجل طارت له وبدا يسب مفرخ بلا ربايه، جيل فاسد، حسبي الله فيكم، ومش عارف شنو من الكلام هذا كله والسب والشتم للعائلات. المهم وبعد جهد جهيد اخيرا نوصلوا للمأتم، واحنا داخلين حرفيا هم اللي مفروض يعزونا، داخلين بنموتوا، درجة ان راجل على طول قال جيبوا لهم ميه خيرهم شباب هيك تعبانين. المهم حكينا له قلنا له احنا جايين على رجلينا من المدرسه لهنا، شوي قلنا الله لا عليكم يا ولاداتي تعبين رواحكم، لكن بارك الله فيكم قمتوا بالواجب وزياده. والجماعه اللي يسلم وما يقول الشيء، واللي يسلم ويقول تقبل الله، والردود كل واحد اغبى من الثاني، وانا منهم للاسف. واحد قال لي احسن الله عزاكم، قلت له حسنك الله، لا بجديات قلت، ومش عارف علاش قلتها لاني وقتها كنت تعبان بنموت اصلا. المهم قعمزنا في العزاء شويه، والجماعه بدوا بعد ارتاحوا، اللي يطق في الخمسات، واللي قعمز يشرب في الشاي، واللي حرفيا قاعد يصب في الشاي للضيوف. انت شن دخلك نوض انت وياه حشمتنا. لين يجي الاستاذ بالسياره ويخلص فيهم، هذاك وين كل واحد عدل قميصته ولوح طاسه الشاي نتاعه. المهم بعد لا كملنا العزاء وقعدنا حوالي 10 دقائق بس، ركبنا في السياره مع الاستاذ، وجزء منا قال لهم اقعدوا تو نجيكم انا بعدين. المهم الاستاذ في الطريق كله هو يمدح ويشكر، هيك الصح صحيتوا يا ابطال، هيك التريس، توا بنردكم للمدرسه، خذوا شنطيكم وروحوا. المهم رجعنا للمدرسه والحزن كله اختفى، واللي يتكلم على الشاهي واللي يضحك، حتى ان واحد منهم قال يا ريت كل يوم يموت واحد من فصلنا. كيف؟ خوي انت علاش ماشي مالا من الاول يعني شنيتك انت؟ المهم بعد اخذنا شناطينا وروحنا، واليوم اللي بعده يطلع المدير الصبح وينادي فصل 9 ثالث اقعدوا هنا، ما يتحرك حد ولا يركب حد. انا قلت اوكي بيصير فات التكريم والشكر والثناء لاننا ابطال ونعزوا في زميلنا، لين نبدا نسمع في اصوات الاهانات والخبط، ولحظه هدوء شويه تلحقها عيطه، والسبب يرجع لي انا زي ما حكيت لكم من قوه الضربه الخلايا تستوعب متاخر، والاصوات هذه قاعده من بدايه الطابور وتقرب مني شويه شوي. شن فيه؟ قصدي احنا مشينا عزينا، احنا ابطال المفروض. ونسمع المدير يقول انا قلت ما تمشوش ودرتوا ما في روسكم ومشيتوا، تو نوريكم يا حيوانات ناطقه. ويبدا يجي والجماعه تتجدى فيه وتترجى فيه، يا استاذ باهي يا استاذ اسمعنا والله استاذ رياض، تو يسد عليك استاذ رياض انت وياه. وحسبي الله في استاذ رياض ما باش يطلع بكل حتى يطمن علينا، والجماعه تعيط يا استاذ رياض يا استاذ رياض. وفي الاخير مربحها كان سيف السمين لانه كان غايب في هذاك اليوم لانه مرض، فما انضربش بكل ولا عاد دور المدير. وهكذا يكون قد انتهى احد اسوأ ايام حياتي. وش تعلمنا من فيديو اليوم؟ انه مش اي واحد يطبل لك ترقص له، لو ان ما سمعناش كلام هذاك الولد وما طلعناش ما كناش انضربنا. المهم هو هذا كل اللي كان عندنا اليوم، ما تنسوش الاشتراك واللايك، اهم شيء الاشتراك، خلونا نوصلوا 300,000 قريب. ومنورين شباب وشابات، تشاو.